مثل ما عودناكم دايما، هاي رسالة لكل الشعوب العربية ولا مستمعي قناة الجزيرة المغسولة دماغهم بالخالص. كل شيء نحن بنحكيه وبنكذبهم فيه بنجيب وقائع، مالناش مرتزقة ومأجورين بالأموال لنحكي غير اللي عم بيصير. بس حالكم تفهموا وتفيقوا، وحاشي بقى حاملين مخوخ على الفاضي. البنت اللي اجى الخبر عم يشهروا فيه، الله يرحمها، وعيب الشوم عليكم اللي عم تتاجروا بأرواح الناس وبالموتى وبالأطفال يا حقراء. من أيام قصص أطفال درعا لأطفال حمص وهلك أطفال السويدة. البنت اللي حكينا لكم عنها زعوا انه الامن والجيش قتلها. البنت اسمها غنى سليمان الحجلي من السويدة. بنت السيدة هبة الحجلي، وكان معها مرض سرطان الله يبعده عن جميع البشر، وتوفت الله يرحمها وان شاء الله بفسيح جنات الله. ولعنة الله عليكم يا اوباش يا منحطين، وما احقركم بشر وما اتفهكم. يعني لو ما وسائل الاتصال متاحة يعني بتركبوا القصة وبتمشوا فيها يا نصابين يا كذابين يا اوباش. هلا الله يرحم البنت، وعريناكم راح نعريكم كل يوم، واي غلطة بدك تغلطوها وبدكم تكذبوا راح نطلع نكذبكم من هالطاقة هيدي، من هالشباك الصغير هيدا. وهلا بطل مصلح لوحده لان الحرب انا قويت علي هلا. وفكركم انتم اذا بدكم تسكتوني وتمنعوني اطلع على اليوتيوب، انا هلا عم بحكي مع شباب عرب وين ما كان، وان شاء الله حنفتح فضائيه لا نفضحكم فيها، وقدروا سكروها ساعتها. شغله مفضوحه صارت على المكشوف. قبل ما يرحل المصلح عن اليوتيوب، وهيدي شغله مستحيله لاني بضلني بطلع من قنوات غيري، ما بطلعش من قناتي لاني مش عايز انا اعداد لمشاهدات الفيديو. انا عايز وصل الرساله، متى ما وصلت الرساله ينحذف الفيديو. شافوا 4 5000 انحذف، 60 عمره ما يرجع. مهم وصلنا الرساله وفضحنا كذبكم يا نصابين. قبل ما يرحل مصلح عن يوتيوب، بحال اذا بكون ترحلوه ترحيل قسري وتمنعوه يطلع باي فيديو، تحذفوا له الفيديوهات والقنوات. خرجت وراي عشرات الشباب، ومش رح اترك هيدي الشاشه وهيدي الشبكه الا ما اكون انا مخرج مئات الشباب هي اللي تحكي باسمي وتحكي باسم الشعوب العربيه اللي مسكتينا انتو وقامعينا بحرياتكم يا اتباع الديمقراطيه يا نصابين. ما اسمكم اليوم طالع الا نصابين، اللي عم يتحركوا على الارض جردان وانتم نصابين ومرتزقه وصهاينه. بقصة الفيديوهات حنحيد شوي. وعدت الإخوة بتونس بفيديو شوي الأمور مشوشة. مع احترامي للبعض، وهون شو عم يحصل هلا، أنا ضد أي تخريب بأي قطر عربي، بأي قطر، ولكن لابد من استعادة السلطة المسروقة من قبل هؤلاء الجردان المدعومين من قطر ومن العربية السعودية، ومدعومين بالأموال والدعاية الأمريكية والقنوات المضللة. وين الجزيرة عن البنت اللي دهسها الجيش امبارح؟ الشرطة دعستها بالسيارة وقتلت الشاب الثاني واطلقت عليهم غازات ورصاص صناعة الولايات المتحدة. انتم بتتذكروا لما كان بن علي تحملوا لنا وتقولوا لنا الكرتوش صنع اسرائيل، اليوم الكرتوش صنع اليو اس اي، امها اللواطية لاسرائيل. يعني نفس الشيء، يعني الكلب خي الواوي. شيلكم من هالقصة. بالبداية أنا كنت حذرت، رغم إني كره لابن علي المجرم الطاغي السفاح اللي هو ترك الأمور تتفاقم وغرق بالغلط لإجت الثورة المزعومة وقلبته الطاغية هيداك الصهيوني، لا فسح المجال أمامها، وكلهم بالاتفاق مع بعضهم، يعني كلهم شلة أوباش مع بعضهم. ولكن وقت ما قامت الثورة وقلت لكم انا وحذرتكم انه راح يجوا الاسلاميين يستلموا السلطه، الاسلاميين الصهيونيين، يعني مناش اسلاميين اللي بيمشوا على سنه رسول الله ولا على
الحديث ولا على القرآن، لا، قرطة نصابين مقملين بكل صراحة. بده يجي يسرقوا السلطة، تقولي من ثور عليهم، قلت لكم بدك تخربوا البلد. هلا هن بدهم الفوضى الامريكان، كيف بتحصل الفوضى؟ اسلام راديكالي بحطوهم للانظمة اسلامية وبخلوها تحكم بالحديد والنار، الشعوب بتكون عم تغلي من جوا، بتصير الشعوب تتمنى الاحتلال، بيعملوا تفجيري بمكان ما وبينسبوها لهيدي الانظمة الاسلام وصهيونية، وبتتبناها احد التنظيمات كقرود القاعده او غيرها، بيجوا بيحتلوا الدوله، بيلعنوا عرضها وبيدمروا الوطن العربي. هيدا الاتفاق اللي صاير، وهيدا اللي بالكواليس المرسوم، وهيدا اللي عم يتخطط له، وهيدا اللي حكينا فيه قبل سقوط ليبيا، ولبل سقطت ليبيا وما كناش نقدر نعمل شيء من قلة الوعي، لأنه ما كانش في أعداد. اليوم أصحى صارت الشباب، صارت بتفهم شوي. فقبل ما نغطس بالمغطس بسوريا أو بغير سوريا، عليكم مواجهة هذا الأمر بتونس، وتحقيق الديمقراطية بتونس، وتحقيق العدالة بتونس. ما بديش أحكي عن ليبيا، لأنه ليبيا عراق آخر صار وصومال آخر، وقد حضر العقيد من هذا. أنا بدي أحكي عن تونس اليوم، وبعد منا بمصر. اليوم تونس هن الأمريكان بدهم انتوا تختلفوا مع القرود تبع النهضه ومع الجردان، لا تخربوا البلد وتدمروها. هلا في خيارين، طالما نحن البكاء على الاطلال لا يفيد، لابد من اسقاط هذا النظام الطغمه الحاكمه هيدي الصهيونيه. امبارح كان البوليس عم يقمع الناس، ما كانش الجزيره موجوده، اللي كانوا عم يقمعوا العالم عصابات داخل البوليس من النهضه ومن ما يسمى بالسلفيين التكفيريين بتونس. هودي اللي كانوا بجوانتنامو كانوا محظورين، وكان زيتتهم بن علي بالحبس. هلا هتلر بالزمانات ترك كم يهودي، قال له شوفوا شو بدي يعملوا بالعالم، بدي اخلي لكم اياهم. هيدا بن علي حبسهم لهوديك ولعن سلافهم وقال لكم خلوا هالكم واحد شوفوا شو بدي يعملوا فيكم. هلا كلهم اوسخ من بعض، ولكن الموضوع وما فيه، لابد من استعادة السلطة من يد هؤلاء. هون بدي نوه ب ابن الشعب وابن الشارع جلال بريك، مرشح لرئاسة جمهورية تونس. ما حدش يتفلسف ويقول لي بيسخف ولا بيحكي ولا هي. نحن نريد بعد هيدي الثورة الديمقراطية اللي انتم ادعيتوا فيها ايصال صوت الشباب له بالشارع التونسي النسبة الكبرى. شاب بحط ايده علي من هون بيسكر مع هيدا بسب لهيدا، هي ابن الشارع خليه يحكم، وعليكم حمايته وعليكم تامين الحمايه. هيدا خيار شعبي، بالنتيجه انتم بدكم وجوه جديده، مش شياب وكراكوز بهلوان كالمرزوقي وعميل صهيوني كالبوسنين راشد الغنوشي او رشيد عمار المجرم او هالشله الطغمه الحاكمه هيدي بتونس. عليكم استعاده زمام المبادره. هون بدي نبه الاخوه بالجزائر، الله يشفي الرئيس بوتفليقه، الله يقدم له الصحه، وان شاء الله بضل شامخ كالجزائر كشموخ الجزائر. هيدا الشخص اللي كل الجزائريين بيحترموه ونحن العرب كلنا بنحترمه، الله يوجه له الخير، وان شاء الله بضل بصحته الرئيس ابو تفليقه صمام الامان. وبرجاء بالجزائر كاين الرجال، وهيدي مؤامره تبدا انتبهوا لاستهداف الجزائر. واستهداف الجزائر نحن قلنا لكم انه هيدا بيقود لنار باوروبا. ففضل انا هل انتم بتونس تنهوا اموركم على السريع مع هولي، هن عم يقولوا ديمقراطيه، نحن حنضل نتابع وادعو شباب للظهور بفيديوهات لفضح هذا الموضوع، وحنكون شبكه اعلاميه كشبكات الجزيره والعربيه لتغطيه هذه الثوره الجديده الحقيقيه، مش الثوره تبع اللي بتجيب الاسلام الراديكالي والاخوان المجرمين. الثورة الحقيقية رح نغطيها بفيديوهات عبر اليوتيوب، ان ما كنتش انا لاني انا علي حظر وصرت مستهدف. في شباب كتير من امريكا طلعت لبنانيين، من المانيا رح تحكي بالموضوع، من فرنسا، من كل الدول العربية، حتى من سوريا ومن العراق ومن الاردن ومن المغرب حيساعدوكم، ومن الجزائر ومن مصر. حنخلي الشباب كلها تحكي، مش رح نسكت. هيدي نحن حنواكبها اعلاميا، هيدي استعادة السلطة من يد المجرمين السفاحين النصابين، وحنغطيها اعلاميا، لانه الجزيره شكلها استونست بالدم وبقاش بدها، ما عادش تعني لها تونس وبقاش تعني لها هرمنا من هذه العصبه الاخوانجيه. خلصنا، وهذا اللي يعمل لي جيم اوفر ونوه، هيدا باش في منهم حدا ناشط حقوقي وناشط سياسي اختفوا. هلا كله انتهى، هلا صار في اسلام راديكالي حاكم، صارت القصة الجزيرة بقاش لها علاقة، صارت القصة مباشرة مع الصهاينة، مباشرة مع البيت الأسود،
ومع الشياطين باوروبا ومع ساركوزي ومع غيره. الله يحمي الجزائر. الفيقين والجزائر فيقين ورجال وعلى الحدود وماسكين زمام الامور، والله يحمي القياده الجزائريه والجنرالات الجزائريه الشرفاء الوطنيين لا ينتبهوا للجزائر، لانه كل هيدي اللي انعمل بتونس وبمصر لاسقاط ليبيا، واللي انعمل هلا بليبيا وبتونس وبمصر لاسقاط شمال افريقيا كله، من الجزائر للمغرب لموريتانيا مع الصومال يعطيكم العافيه، عوض سلامتكم، جزر القمر يعطيكم العافيه، جيبوتي يعطيكم العافيه، والسودان يعطيكم العافيه. هذا شمال افريقيا نضيف مسرح للالعاب الصهيونيه. باقي عندنا هون الله يحمي سوريا ولبنان المقاومه امتدادا للعراق، ومش رح نحكي عن الباقي. الله يهديهم، يعطيكم العافيه.